معنى هذا أن الإنسان مع الأسف يعتز بأشياء ما إلها قيمة. الإنسان تلقاه مهتم بالدم، مهتم باللحم، مهتم بالكيان الجسدي، مهتم بكل ما يجلب الراحة لجسمه، والحال هذا جسمه إذا اندب بالتراب بعد ساعتين ثلاثة تعال شوفه شلون راح خلاص تحول إلى جيفة قذرة، انتهى كل شيء. بمجرد أن تروح منا الروح ونعبر عنه مات، نشيله وندبه بالتراب، وإذا دبيناه تحول إلى كيان يبعث على الشفقة، يبعث على الأسى، يعني إذا إلى قيمة بروحه، إلى قيمة بفعاليات الروح. ولهذا الفلاسفة يقولون وسائل التكامل ثلاثة. عندنا وسيلة تكامل خارجية. وسيلة التكامل الخارجية قسمين، إما جسدية وإما لا غير جسدية. جسدية مثل إيش؟ مثلا بدن قوي، وجه صبيح منظره، وجه صبيح المنظر، طيب قامة فارعة طويلة مثلا افرض، فعاليات، اكو عنده فعاليات جسدية قوي، هذا ايش نعبر عنه؟ نعبر عنده وسيلة تكامل جسمية، يعني نعبر عنه انسان قوي، نعبر عنه انسان عملاق مثلا او شيء من هالقبيل. هاي وسيلة التكامل الجسدية تتلاشى بسرعة، تروح شو وقت يا الله عز وجل يقدر له ان يعيش لش كم سنة بهالدنيا، هالش كم سنة اللي يعيشها بالدنيا تغيره، تلقى الوجه الجميل يتغير يصبح غير جميل، يتجعد، يتعقد، تلقى مثلا هالقامة هاي الفارعة تنحني، تضعف، يصبح ما عنده قدرة على الحركة، تلقى مثلا البسمة المشرقة تروح من عنده، يصبح تلقاه يغلب عليه افرض طابع الأسى، طابع الحزن، يعني جميع ما إلى ربط بهالوسيلة الجسدية يتلاشى بسرعة. هاي إذا الله قدر له أن يعيش زمن طويل. إذا لا والله الله ما قدر له أن يعيش زمن طويل وإنما مات مبكر، انشال هالجسم الأنيق وين اندب على التراب. لما اندب على التراب شو تحول؟ إلى جزء من التراب، فأصبح الخد الناعم اللي ما ينام إلا على أريكة ناعمة ولينة، اللي دائما يبحث لجسمه عن أسباب الراحة، بعد أيام تلقاه قطعة من التراب، أو تلقاه صاير فد نبتة من النباتات، أو صاير شيء من العشب. مو يقول أحد أدبائنا وهو على ما أذكر الخيام في إحدى رباعياته، يقول كل عشب نما بجبهة نهري، كل عشب نما بجبهة نهري هو خد لناعم الوجه نظري. يقول هذا العشب اللي تشوفه هو عبارة عن كان خد يوم من الأيام لوجه الناعم نظر. كل عشب نما بجبهة نهري هو وجه لناعم الخد نظري. برفق هذا التراب، فقدما كان إنسان عين ظبي أغري. عين نفس الشيء، هالشيء هذا هالجسد إذا قدر إلى أن يموت تحول إلى جزء من